إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. أهلا بكم في قناة مدينة سبور. بعد انتظار طويل كشفت اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن قرارها النهائي الخاص بملف عدم مشاركة المنتخب المغربي في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. وأفادت اللجنة في بلاغ رسمي أنه استنادا للتحقيق والأدلة وأيضا المراسلات القائمة بين الجزائر والمغرب، تأكد أن المنتخب المغربي لم يكن قادرا على السفر والمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، وبالتالي لا توجد أي عقوبة. ورفضت الكاف مطالب الاتحاد الجزائري بتغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. في المقابل وجهت الكونفدرالية الإفريقية تنبيها إلى الجزائر بسبب ما حدث في حفل الافتتاح، مع تذكيره على غرار باقي الاتحادات بضرورة فصل السياسة عن الرياضة واجتناب استغلال الثانية على حساب الأولى. وقد جاء هذا القرار بمثابة صدمة للاتحاد الجزائري، وذلك بعد إقحام السياسة في مجال كرة القدم، حيث طالبت اللجنة بتوجيه رسالة تذكيرية في هذا الشأن للاتحاد الجزائري لكرة القدم وباقي الجامعات الإفريقية، وإلا ستطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في قوانين الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.